السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وحضراتكم طيبين. ان شاء الله رمضان قرب وعايزين بقى نبدأ نعمل مع بعض شوية حلويات كده تنفعنا في الايام العادية وكمان في رمضان. هنعمل النهارده صينية كنافة طعمها حلو جدا وسكرها مظبوط في منتهى الجمال. تعالوا نشوف مع بعض المقادير وطريقة التحضير. عندي هنا كنافة عادية جدا، البيضة اللي احنا بنشتريها من بره. بعد كده ضفتها في صينية زي ما هي ودخلتها الفرن تتحمص، وكل 5 دقايق اطلعها اقلبها لغاية ما نشفت معايا خالص وبدأت تتكسر. بعد كده ضفت لها سمنة سايحة او زبدة وقلبتها، وكل 5 دقايق اطلعها اقلبها او كل 10 دقايق اطلعها اقلبها لغايه ما كلها بقى لونها ذهبي زي ما انتم شايفين كده، وضغطت عليها بظهر المعلقه لغايه ما بقت كلها متكسره معايا وناعمه. تمام كده، ده كده طريقه تسويه الكنافه او التحميص بتاعها. تستخدميها بقى في اي حلويات عندك. عندي هنا ده نص كيلو من الكنافه زي ما انتم شايفين كده ناعم زي ما هو كده. ضفت له بقى شويه شربات، وبعد ما ضفنا له الشربات التقيل عشان تتماسك معايا وتبقى كلها ديسك واحد كده في الصينيه، في ارضيه الصينيه اخدت نص الكميه فردتها في الصينيه. واهم حاجه انك تقلبي عليها الشربات كويس جدا، وضغطت عليها بظهر المعلقه عشان كلها تبقى متساويه في الصينيه. هنحضر مع بعض بقى الحشوه. انا عندي هنا شوكولاته قابله للدهن سيحتها في الميكروويف شويه، وبعد كده ضفت لها سوداني مجروش. لو حابين تستغنوا عن خطوه السوداني دي مفيش مشكله، بس انا عشان تديها طعم حلو وكمان تعادل لي طعم السكر اللي في الشربات واللي في النوتيلا، وتدي كمان قرمشه طعم حلو. ضفت السوداني وقلبته. بعد كده بضيف بقى هنا جزء من الحشوه. هفضل ان انا اضيف في الحشوه كده لغايه ما اغطي كل كميه الكنافه اللي قدامي دي. تمام. وبعد ما ضفنا الحشوه هنبدا بقى احنا نضيف بقيه كميه الكنافه اللي عندنا في الطبق ونغطي بيها الشوكولاته القابله للدهن، ونضغط عليها برده بظهر المعلقه زي ما انتم شايفين كده لغايه ما كلها تبقى متساويه وسوا واحد. وما تقلقوش هتتماسك بعد كده في التلاجة تبقى كلها قطعه واحده. بس اهم حاجه انك لما تضيفي لها الشربات ما يبقاش ولا تقيل قوي ولا خفيف قوي. تمام. وبعد كده قلبيها كويس جدا عشان كلها تبقى شاربه من الشربات، عشان بعد كده لما تسقع في التلاجة وتتماسك تعرفي تقطعيها. وممكن بديل الشربات الحليب المكثف المحلى، ده برضو هيخليها برضو تطلع معاكي قطع متساويه، وكمان هتبقى طعمها في منتهى الجمال. هنعملها تاني مره مع بعض بالحليب المكثف واقول لكم الفرق ما بين الطريقتين. بس الطريقه دي في منتهى الجمال وشكلها حلو جدا وكانت طعمها مظبوط جدا. عندي هنا بقى شويه الشوكولاته اللي اتفضلوا سيحتهم تاني في الميكروويف، ورجعت بقى ضفتهم كده على الوش كده من فوق تزيين. وضفت كمان شويه السوداني اللي انا سبتهم على جنب دول، زينت بيهم وجه الصينيه من فوق. وهنضيفها بقى في التلاجة تسقع شويه وتتماسك كده، وكل الصينيه دي تاخد من طعم بعضها. بصوا شايفين شكلها حلو ازاي في منتهى الجمال، عايزه تتاكل بالمعلقه من غير ما نستنى عليها ان هي تجمد او تسقع. شايفين فرق الطبقات باين ازاي. تعالوا بقى نشوف مع بعض بقى بعد ساعتين بعد ما طلعتها من التلاجة قطعتها. ده كده شكلها في الطبق اهو بعد ما قطعتها متماسكه. سكرها مظبوط، طعمها حلو، وكمان مش مكلفه قوي يعني لدرجه ان احنا نجيبها من بره بقى جاهزه. بتبقى من بره مكلفه اكتر، هي مش مكلفه قوي. مظبوطه في كل حاجه، شكل وطعم وكمان السكر بتاعها كمان مظبوط. وان شاء الله تجربوها باذن الله وتعجبكم. ولو عجبكم الفيديو ما تنسونيش بقى في التعليقات والاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان الكل يستفاد، وكمان اللايكات ما تبخلوش عليا باللايكات، وتشيروا الفيديو عشان الكل يستفاد. وان شاء الله نتقابل مع بعض في فيديو جديد ووصفه جديده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.